ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش طبعا انا منى، ودي قناتي تعالي نشرب شاي. فلو اول مره بقى تشوفيني او تنوريني في القناه ياريت تشتركي، علشان انا بقدم محتوى مهم جدا لاي بنوته او اي ست متزوجه او اي ام. فان شاء الله تكون القناه بتفيدك باذن الله. النهارده يا حلوين هنتكلم عن تخطيط شهر مايو، شهر 5. وكمان هنتكلم في ازاي نستعد للامتحانات. اغلبية طبعا اولادنا هيمتحنوا ان شاء الله اخر شهر 5 وهيخلصوا ان شاء الله قبل العيد. وكمان لو انت بنوتة بتدرسي فكل الكلام ده هنتكلم فيه باذن الله. وكمان عايزين نعمل استعدادات بقى للعيد وحاجات كتيرة جدا. التخطيط الشهري يا بنات بيحسسك كده ان في بداية جديدة، ان في امل، انك انت ان شاء الله ممكن تقدري. لو الشهر اللي فات ما انجزتش فيه فبداية الشهر بيكون محفز كبير ليه انك انت ممكن تقدري لا تنجزي مهام اكتر، تظبطي الدنيا اكتر معاكي. لو في حاجه عدت عليكي تقدري ان انت تظبطيها من اول الشهر. فدايما بدايه اي حاجه بيكون محفز جدا، سواء بدايه اسبوع، بدايه سنه، بدايه شهر، بيكون محفز كبير جدا انك انت تبداي تاني من جديد. لو وقعتي تقدري تقومي تاني. فان شاء الله هنستغل بقى شهر 5 بما ان في شويه حاجات كتيره كده، امتحانات على عيد على حاجات كتيره. فان شاء الله نستغله استغلال امثل، ونبدأ ان شاء الله نعيد حساباتنا تاني من اول وجديد. وان شاء الله يكون شهر خير علينا كلنا. كل سنة وكلكم طيبين. واول حاجة يا بنات بنحب نعملها قبل ما ابدأ اخطط للشهر بتاعي ان انا بعمل تقييم للشهر اللي فات اللي هو شهر ابريل. بصراحة انا مش جاية النهاردة اقول ان انا كنت بيرفكت جدا وان انا حققت كل الاهداف اللي انا كنت حطاها، وده طبيعي يا بنات. وانا متعمدة ان انا اقولك كده، لان مش معنى ان انا طالعة بقولك في تخطيط وفي نظام وفي حاجات بنمشي عليها وفي اهداف ان معنى كده ان انا ببقى ماشية على طول على نفس الريتم او نفس الخط. لا طبعا احيانا بتحصل معاكي ظروف، مشاكل، مثلا نفسيتك بتكون مش قد كده، ممكن لا قدر الله تمرضي، حد من ولادك يتعب، يحصل لك مشاكل في عيلتك، تحصل اي ظرف خارج عن ارادتك بيخليكي ان انت تطلعي عن المسار او عن الخط اللي انت بتكوني ماشيه فيه. وانا النهارده جايه اقول لكم يا بنات انا ما عملتش اي حاجه خالص من الاهداف ومن الحاجات اللي انا كنت حاطاها في شهر 4. وحرفيا فعلا ما كانش عندي طاقه ان انا اعمل اي حاجه ولا حتى ان اعمل فيديوهات. واكيد اللي عندي على القناه ملاحظين ان انا ما كنتش بنزل حتى فيديوهات كتير، ولا حتى بعمل فيديوهات بالطريقه اللي انا متعوده ان انا بعملها، لاني حرفيا ما عنديش طاقه، لان الفيديوهات بتاعتي بتاخد وقت كتير عبال ما بمنتجها وبعملها. فما كانش عندي طاقه خالص ان انا اعمل اي حاجه خالص، ولا اشتغل حتى مع ولادي، ولا اشتغل في البيت. وده طبيعي، احيانا بيجي علينا اوقات بنكون من ضغط نفسي او من مجهود كنا عاملينه قبل كده. طبعا احنا اول 3 شهور في السنة كنا اكتف جدا، وكنا يعني بنسعى كتير. فعملنا ضغط كبير قوي اول 3 شهور، فممكن يكون هو ده اللي اثر علينا بعد كده. وممكن يكون مثلا ضغط نفسي، ارهاق بدني، ايا يكن الظرف اللي احنا اتحطينا فيه. المهم ان احنا ما نكملش في نفس الخط ونرجع نبدأ تاني من اول وجديد. طيب تاني خطوة بعملها ايه علشان اعمل تخطيط شهري يكون كويس؟ هي التدوين. التدوين يا بنات ليه معاني كتير وليه اشكال كتيرة. ممكن تكون تدوين افكار معينة في دماغك مثلا، لان احيانا الفكرة الكويسة لما بتيجي في دماغك مرة لو ما دونتيهاش وسجلتيها بتروح، وبتقعدي تفتكري انا كنت عايزه اعمل كذا او اعمل كذا. ممكن التدوين يكون مثلا انك انت بتفرغي مشاعرك، حاجه مضايقاكي او تصرف معين حصل مضايقك فبتطلعيه على ورق عشان تهدي نفسيا. فالمهم ان انا اقعد مع نفسي اكتب بقى، اقول انا حصل معايا كذا وعايزه اعمل كذا، والشهر اللي فات حصل كذا ومش عايزه اوصل لكذا. فابتدي ان انا اعمل تفريغ لكل الافكار والمشاعر اللي جوايا واللي بتدور في ذهني، واقعد كده مع نفسي واشوف انا اهدافي ايه الشهر اللي جاي، ايه الحاجه المهمه اللي لازم انجزها الشهر اللي جاي ده. يعني مش مهم اهداف تكون انا حباها، لا، مهم تكون اهداف عمليه هتفيدني الفتره اللي جايه. فلو انا مثلا بدرس فهتكون اهم حاجه عندي الدراسه والامتحانات. لو انا هخلي بالي على ولادي لو بيمتحنوا، داخل علينا مثلا موسم زي موسم مثلا العيد، فانا اشوف الشهر ده ايه المناسبه بتاعته، ايه دنيته، ايه التحضيرات بتاعته، ايه الحاجات المهمه اللي انا لازم انجزها خلال الشهر. فالتدوين مهم جدا قبل ما ابدا احط اي خطه، علشان لما احط خطه احطها بشكل صحيح. طيب تالت خطوة بعملها ايه؟ هي طبعا التقويم الشهري.
واتعودنا مع بعض يا بنات وقلنا لازم نعمل تقويم شهري في الدفتر بتاعنا. او يا ستي لو انتي ما بتحبيش تعملي التقويم الشهري بس اعرفي الشهر بيبدأ امتى بينتهي امتى، المواعيد المناسبات المهمة اللي فيه، الحاجات دي كلها. انا بحب اعمل تقويم الشهري كجدول للمواعيد، يعني انا بعمل في صفحة كبيرة كده تقويم شهري، مني بعرف التقويم الشهر بيبدأ يوم 1 وهينتهي مثلا يوم ايه، الشهر ده 30 يوم ولا 31 يوم ولا ايه دنيته، الشهر ده فيه مناسبات فيه عطلات فيه اي حاجة. وفي نفس الوقت بعمله كجدول علشان لو انا عندي ميعاد مثلا يوم الاثنين يوم 3 ميعاد مع دكتور، تمرين ابني، درس لبنتي، ايا يكن، فابتدي انا اكون انا عارفة انا مواعيدي ايه خلال الشهر ده. فالتقويم مهم جدا يا بنات لان هو بينظم لك المواعيد بتاعتك وبيعرفك لو في مناسبات مهمة، في عيد ميلاد، في ميعاد مع حد مهم. فمهم جدا ان انا بخصص صفحة، دي اول حاجة بعملها هي للتقويم بتاع الشهر اللي انا فيه. فده مهم جدا يا بنات لان كمان ممكن من خلاله اعمل جدول تنظيفات، يعني انا ممكن من خلال التقويم ده اعمل لو عندي جدول تنظيفات، جدول وجبات، يعني اخصصه كمواعيد لاي حاجة عموما خاصة بيا انا هعملها خلال الشهر ده. بعد ما كتبت التقويم الشهري وعرفت مواعيدي وعرفت المناسبات خلال الشهر ده، ابتدي بقى احط الاهداف الاساسيه بتاعه الشهر ده. فابتدي كده اشوف الشهر ده ايه الطابع المسيطر عليه. هلاقي مثلا ان انا عندي امتحانات، لو انا بدرس عندي اولادي مثلا عندهم امتحانات، فالموضوع هيكون فيه شويه ليه علاقه بالدراسه اكتر الشهر ده. وكمان داخل علينا كل سنه وانتم طيبين العيد الكبير في اول شهر 6، فطبعا انا مش هينفع استنى شهر 6 عشان ابتدي اجهز للعيد، لا انا محتاجه برضه خلال الشهر ده ان انا اعمل تحضيرات في البيت، لو هعمل مثلا تنظيفات. بس مش لازم ان انا اضغط نفسي قوي، خصوصا لو انا عندي اطفال بيمتحنوا او انا اصلا شخصيا بمتحن، فمش لازم ان انا اضغط نفسي قوي في التنظيفات. ممكن اجلها بعد كده لبعد العيد، يعني ممكن اعمل تنظيفات دلوقتي بشكل معين، مثلا ترتيبات خارجيه كده وحاجات كده تبين البيت نضيف مهندم مرتب. وان شاء الله انا هعمل لكم فيديوهات الفتره اللي جايه ليها علاقه بكل الكلام ده، تمام. وفي نفس الوقت ابتدي ان انا اشوف دراسة ولادي او دراستي، ابتدي اجهز حاجات ليها علاقة بيا انا شخصيا للاستعداد للعيد. لو هعمل مثلا رعاية شخصية، حاجات ليها علاقة بيا انا كبنوتة، لازم اكون نظيفة كده ومهندمة وشكلي حلو في العيد، فابتدي اعمل تحضيرات خاصة بيا. فابتدي بقى اكتب ايه الحاجات المهمة والاولويات عندي ايه، 1 2 3. ابتدي اشوف ايه اول حاجة مهم لازم اركز عليها الشهر ده. طب ماشي. بعد كده مثلا علاقتي بربنا، لان طبعا العشرة من ذو الحجة طبعا دي من اهم الايام ومن افضل الايام عند ربنا، زيهم زي العشر الاواخر من رمضان بالظبط. فكل الحاجات دي لازم ابتدي ان انا اعمل لها خطة علشان الدنيا ما تبقاش يعني اكون في متاهة كده ومش عارفة ابدأ منين. لا لازم احط كل حاجة جدول وكل حاجة خطة. فممكن مثلا يكون هدفك تنظيم البيت والاستعداد للعيد، او موسم الصيف هبتدي اشيل الشتوي واحط الصيفي والحوارات دي كلها. ممكن تاني يكون تركيزك مع اولادك، فكل واحده على حسب المناسب ليها ايه. يعني انا ممكن يكون مش مناسب ليا دلوقتي ان انا اعمل تنظيفات، مثلا عندي ولاد مثلا في ثانويه عامه، عندي ولاد في ابتدائي في اعدادي، فالدنيا عندي مثلا مقلوبه في دراسه في دروس في بنزل بطلع مع ولادي، فما عنديش وقت. خلاص يبقى مش هنضف دلوقتي عادي. يعني كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب الهدف المناسب ليه. انا دلوقتي متزوجه مثلا وما عنديش بيبي مثلا ولا حاجه، او عندي اطفال لسه صغيرين ما بيمتحنوش، فلا يبقى انا هبتدي اشوف بقى هعمل تنظيفات، هعمل استعدادات للعيد. فكل واحد يا بنات على حسب الحياه اللي عايشه، على حسب الانسب ليه. مش شرط عشان هو ده الهدف او ده الحاجه اللي الكل بيعملها انا اعملها، لا انا ممكن يكون الهدف ده الكل بيعمله مناسب ليه لكن مش مناسب ليا انا في شخصي انا. فانا اقعد اشوف حياتي انا ايه المناسب ليها. فانا مثلا هنقل، هعزل، هتجوز الشهر ده، يعني على حسب انا اشوف انا دنيتي ايه الشهر ده، فانا بحط الهدف المناسب ليا خلال الشهر ده. لكن طبعا علاقتي بربنا دي ملهاش علاقه لا بامتحانات ولا مثلا بان انا لسه مش متزوجه او انا عندي بيبي او لا. دي في اساسيات كده يا بنات وفي ثوابت ايام معينه في السنه، شهور معينه في السنه، دي ما ينفعش فيها ان انا اقول لا انا مش هينفع اهتم بعلاقتي بربنا دلوقتي عشان انا عندي ظروف، لا. لكن انا بتكلم على الاهداف التانية، تمام، عشان بس تبقى الفكره ديت واضحه معانا يا بنات.
خامس خطوة معانا يا بنات ايه هي ان احنا بنعمل جدول للعادات. تمام. طيب انا برضك على حسب العادات المناسبه ليا، ممكن تكون عاده انا بعملها مش مناسبه ليكي. انا اكون بحب القراءه انت ما بتحبيش القراءه، ممكن تكون تحبي تسمعي بودكاست مثلا. انا اكون بحب العب رياضه انت مالكيش مثلا في الرياضه، بتحبي تتمشي. فعلى حسب انت ايه العاده اللي انت حابه تكتسبيها، وانت عارفه ان العاده دي هتغير لك حياتك. زي مثلا الصحيان بدري، زي مثلا صلاه الفجر، زي مثلا ان انا ما اخدش التليفون بالليل قبل ما انام، علشان مثلا انام نوم عميق، علشان اما ابقى صاحيه جسمي كله مكسر. فشوفي انت ايه العاده السلبيه اللي عايزه تخلصي منها، عارفه ان هي بتاذيكي، زي مثلا ان انت بتاكلي سكر، بتاكلي حاجات مثلا بتخليكي تزيدي في الوزن، بتمسكي التليفون كتير بيضيع وقتك. انا مثلا عايزه الغي العاده دي، او عاده كويسه انت عايزه تكتسبيها، فابتدي اخد عاده واحده سلبيه عايزه اتخلص منها، وعاده واحده ايجابيه عايزه اكتسبها، ويا ريت لو ليهم علاقه ببعض. انت عارفه لو عملتي عادتين ليهم علاقه ببعض، يعني مثلا هقطع سكر وهتمرن، هصحى بدري واصلي الفجر، يعني حاجه تكون ليها ايه علاقه ببعض. يعني الحاجتين دول لما بتعملي حاجتين مرتبطين ببعض بتكتسبيهم اسرع من انت تعملي حاجه في الشرق وحاجه مثلا من الغرب. فمهم جدا يا بنات ان انا اعمل جدول للعادات، اخد عاده واحده او عادتين بالكتير اكون انا حابه اعملهم، تدوين، امتنان. شوفي بقى انت ايه اللي يريحك، وابتدي اعملي له زي متتبع عادات، هابت تراكر، عشان تعرفي العاده دي انت ملتزمه عليها ولا لا. طيب سادس خطوه هي جدول التنظيفات والوجبات. الموضوع ده احنا ممكن نعمله بالشهر، وممكن نعمله بالاسبوع، على حسب انت وظروفك، على حسب انت اصلا وظروف جوزك. يعني انت ممكن مثلا جوزك بيقبض باليوم، في ناس مثلا متزوجين بيقبضوا باليوم، فهي مش قادره تعمل مثلا بالاسبوع، او مش قادره تعمل بالشهر. في واحده تانية زوجها بيقبض بالاسبوع، في واحده تانية جوزها بيقبض بالشهر. فدي حاجه تخصك انت، شوفي انت ايه المناسب ليكي. انا بس بديكي افكار وانت بتسستميها على حسب حياتك انت، مش على حسب حياه منا، ولا على حسب حياه فلانه ولا جارتي ولا صاحبتي. لا، انا بديكي الفكره، وانتي بتظبطيها على حسب ايه اللي يمشي معاكي ومع ظروفك. فاحنا بنعمل جدول للتنظيفات زي ما قلنا. طبعا في تنظيفات اساسيه بنعملها ملهاش علاقه بالتنظيفات العميقه قوي والموسميه، لان طبعا احنا داخلين على فتره امتحانات، فمش الكل هيقدر يعمل تنظيفات عميقه قوي. فالاغلب اللي هيحصل ان هو بعد العيد وبعد الامتحانات هنبتدي بقى نعمل تنظيفات والكلام ده كله. لكن في التوقيت ده احنا محتاجين نعمل ترتيبات بسيطه عشان دخلة العيد، وعشان كمان الامتحانات، لان انتي علشان تبقي نفسيتك اهدى محتاجه ان انت ترتبي بيتك، ترتبي دنيتك اللي حواليك، عشان تعرفي تركزي مع اولادك. لان لو الدنيا مكركبه حواليكي انت هتبقي عصبيه جدا ومش هتقدري تركزي معاهم. تمام. ونعمل بقى جدول اللي هي الوجبات ديت بالاسبوع، على حسب شوفي انت ظروفك الماديه ايه والدنيا معاكي ماشيه ازاي. تحضري وجبات الاسبوع دي بيفرق معاكي جدا في التوقيت، وبيفرق معاكي جدا في الوقت، بتوفري مجهود ووقت كبير. طيب سابع خطوه ايه هو جدول الميزانيه، ودي ليها علاقه قوي برضك بالوجبات، لان انا محتاجه برضك اقعد اشوف الميزانيه بتاعتي عامله ازاي، المصروف معايا عامل ازاي، المشتريات بتاعتي انا محتاجه اشتري ايه. طب انا محتاجه ادفع دروس لاولادي، طب انا محتاجه اجيب ملازم معينه، محتاجه اجيب ادوات معينه، طب انا محتاجه اجيب موظفات معينه عشان اعمل تنظيفات. طب هعمل ايه مثلا في العيد، هحتاج اجيب مثلا ترنج العيد لاولادي، هجيب لهم هدوم دلوقتي ولا على الصيف مره واحده، يعني اجيب لهم مثلا هدوم بعد العيد، ولا اجيبها لهم دلوقتي. يعني ابتدي اقعد افكر كده، اشوف انا محتاجه اعمل ايه دلوقتي. هل هم مثلا هيقضوا بالحاجه بتاعت العيد الصغير، واجيب لهم هدوم مثلا جديده بعد العيد الكبير تكون الصيف دخل اكتر والحاجه بقت افضل والاسعار بقت افضل، ولا ايه الدنيا. انا ابتدي اقعد اشوف كده مع نفسي انا الشهر ده الميزانيه بتاعته عامله ازاي. هل انا محتاجه مثلا اجيب حاجات عشان عيد الاضحى، ابتدي اجيب حاجات مثلا من الشهر ده، والشهر الجاي اجيب برضك شويه حاجات عشان ما يبقاش في ضغط عليا كبير في شهر 6. فهجيب مثلا حاجات معينه الشهر ده وحاجات معينه الشهر الجاي. ابتدي بقى اقعد كده مع نفسي اعمل جدول واشوف انا محتاجه اعمل ايه الشهر ده، وايه اولوياتي، وايه الشهر الجاي اللي هجيبه، وهكذا. الحاجات دي مهمه جدا يا بنات. انت بتقعدي قاعده مع نفسك يوم واحد في الشهر بس بتسستمي دنيتك كلها على مدار شهر. يعني ده مش تضييع وقت. احنا متزعلوش مني يا بنات، بنضيع وقت على الموبايل وعلى السكرول وعلى حاجات كتيره ملهاش اي لازمه. انت لما تقعدي بورقه وقلم انت بتحطي كل حاجه في مكانها، انت بتفهمي اولوياتك ايه، ما بتبقيش قاعده حاسه انك محتاسه. ولما بتدوني الافكار دي وبتدوني حاجتك دي كلها انت بتهدي نفسيا، بتبقي انت عارفه كل حاجه حلها ايه، كل حاجه هتتحط فين، كل حاجه ليها وقت فين. انت فاهماني؟ طيب في النهايه حبيبه قلبي حابه اقول لك حاجه مهمه جدا، ان الهدف من التخطيط هو اني برسم طريق انا بمشي عليه عشان ما اكونش ردة فعل لاي حاجه.
انا بحب ان انا دايما، لا انا عارفه ان انا ورايا 1 2 3 اولوياتي 1 2 3. فمثلا لما يجي لي حد يقول لي احنا هنسافروا مثلا، او احنا هنخرجوا، او احنا هنعمله، لا انا ما عنديش وقت للكلام ده دلوقتي. انا محتاجه دلوقتي ان انا اعمل 1 2 3، عندي اهم 1 2 3. يلا بينا نروح مش عارفه فين، يلا بينا نعمل ايه، لا انا دلوقتي مهم عندي 1 2 3. فالتخطيط يا بنات الهدف الاساسي منه هو ان انا برسم الطريق اللي انا عايزه امشي فيه. انا مش رايحه هنا مع دي شويه ورايحه هنا مع دي شويه، ولما دي تبقى فاضيه اروح تكلمني، ولما دي تبقى عامله اروح معاها مش عارفه فين. طبعا مهم جدا يكون عندنا وقت للاستمتاع، وقت للخروجات، وقت ان احنا نريح فيه اعصابنا. لان طبعا لو انت مشدوده طول الوقت، وطول الوقت بتخططي، وطول الوقت بتشتغلي، وطول الوقت بتعملي، انت هتلاقي نفسك وقعتي مش تعملي اي حاجه. وده اللي حصل معايا الشهر اللي فات، انا ما عملتش اي حاجه، لاني كنت ماشيه اول 3 شهور في السنه دول يعني ضغط 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 ضغط. فجيت شهر 4 اللي فات ده كله ما عملتش اي حاجه. فدي بحب اقول لكم دايما النصايح ديت يا بنات، علشان تبقوا انتوا فاهمين ان عادي جدا ان احنا ممكن نقع، عادي جدا ان احنا نرجع نقوم تاني. مش معنى ان انا مشيت على خط وسبت خط ان انا فاشله، وان انا مش هحقق حاجه، وان انا بقول اي كلام ومفيش حاجه، مفيش حد بينجح ومفيش حد. لا عادي جدا، احنا احيانا بيجي علينا وقت بنقع بس بنرجع نقوم تاني، وده عادي جدا، وده رتم الحياه. مفيش حياه ماشيه على رتم واحد، مفيش حياه خاليه من المشاكل، مفيش حياه مثاليه. اللي بيدور دايما على المثاليه عمره ما هينجح وعمره ما هيتحرك. فان انا اتحرك بخطوه بسيطه بطيئه افضل بكتير من ان انا افضل واقفه مكاني او بتراجع. فدايما شعاري في الحياه ان انا لو مشيت خطوه واحده افضل من ان انا لسه واقفه في مكاني او برجع لورا. وبس كده، يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك. ولو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. وطبعا ما تنسيش ادومها وان قل. ولو عجبك الفيديو بقى يا ريت تعملي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني. وبس كده، يلا باي.